السلام عليكم. يلا بقى من غير اي منظفات ولا اي حاجة خالص، هي بحاجة واحدة بس، يعني هتتفاجئوا ان انتوا عرفتوها. هننضف كل الحوامل وكل الحاجات اللي موجودة على حوامل البوتاجاز اللي احنا بنهملها، وهتطلع معاكي حوامل بوتاجاز حلوة جدا جدا جدا. يلا ما تنسوش اللايك يا حلوين، وتعالوا بقى نشوف انا عملت ايه. انا بقول لكم في الفيديو اهو، طبعا ما استخدمتش فرش ولا اي حاجة خالص، كل الحاجات دي اتشالت بكل سهولة بحاجة كده انتوا كلكم عارفينها، وطبعا هتتفاجئوا بيها. يلا نشوف هي ايه. طيب انا هنا جبت هنا بحوالي ب5 جنيه صنفره. ايوه صنفره، الصنفره دي حلوه قوي قوي قوي. طبعا احنا مش هنستخدمها على طول عشان محدش يقول ان هي هتبوظ الحوامل وكده. هي بس طبعا لما الدهون تتراكم او ما نعرفش نشيلها خالص، احنا نضطر ان احنا نستخدمها. طيب انا جبت بقى الصنفره هنا وحاولت ان انا اقطعها بالشكل ده، مش هتحطيها كلها عشان ما تدوبش طبعا مره واحده. عملتها بالشكل ده، وبدأت بقى مسكت بقى الحوامل واي حاجة دهون كده صغيرة، دهون متراكمة، بدأت بقى اصنفر كل الحوامل اللي موجودة. طبعا كل شوية اقطع واعمل واعملها، يعني كل شوية اقطع حتة، والحتة بقى اللي نخلص منها والحامل اللي نخلص منه اروح بقى على المكان اللي فيه الدهون وابدأ بقى اصنفر زي صنفرة الخشب بالظبط. حاجة سهلة خالص. وكمان اللي ايدي بتوجعي زي يعني في منظفات كتير جدا ايدي بتوجعني منها، فانا اضطريت ان انا استخدم ده. طيب لو في مثلا دهون كده متراكمه شكلها كبير كده ومش عارفه تعمليها بالصنفره، مفيش اي مشكله، هتجيبي السكينه وهتشيليه وبعد كده هتصنفري. لان الصنفره دي يا جماعه، طب ما حد هيقول لي انا ممكن استخدم السكينه بس، لا، الصنفره دي هتشيلك اي دهون كده صغيره خالص. بصوا طلعت بالشكل ده، ايدينا هتتبهدل مفيش اي مشكله خالص. انا هقول لكم هتعملوا ايه وايديكم هتطلع زي الفل ان شاء الله. طيب بصوا بقى، بعد ما خلصت هنروح بقى هنا. شفتوا الشكل ده رجعت زي الجديده. شفتوا من فوق بقى شكلها عامل ازاي عشان تعرفوا الفرق هيبقى حلو. معلش ايدي هنا يعني اتبهدلت، بس انا ما بعملش كده طبعا كل يوم. طيب رحت بقى للحوض، وبعد كده طبعا شغلت الميه السخنه، وبعد كده بدأت بقى برضو لو في اي حاجة كده فتفوتة كده صغيرة دهون متراكمة، بروح عاملاها، وان شاء الله كده هتطلع معاكي بكل سهولة. مرة عن مرة هتبقى زي الجديدة بالظبط. انا عارفه ايدينا هتتبهدل، لكن انا هنا حاطه الفرشه البينك دي، وعندي فرش منها كتير. لو لقيتيها في اي محل هاتيها، دي بتنظف اي حاجه بين الضوافر. طبعا احنا بنشتغل كتير، هنلاقي بين ضوافرنا كده حاجات كده، يعني حاجات من الشغل. طبعا ربنا يقوينا كلنا يا رب. فانا بحطها كده بعد ما اغسل اي اطباق، اي حاجه بغسل بيها ايدي. هنا بقى شغلي زي ما انا بقولك الميه على اعلى درجه بحيث ايدك تتحملها، وهتشيل معاكي كل حاجه ان شاء الله. خلاص الحمد لله. قومي بقى اعملي اللي انا قلتلك عليه ان شاء الله، وهتحسي بفرق الحمد لله يعني. طيب ما تنسوش اللايك والشير على قد ما تقدروا بقى، شيروا واعملوا لايك للفيديو. يلا والسلام عليكم. وما تنسوش لو انتوا عايزين اي حاجه في التعليقات اكتبولي. يلا والسلام عليكم.